بعد سنين كتير فيهم خبرات، تجارب وتطور وكم كبير من المعلومات بتظهر في مجال الجرافيك ولسه هتظهر. وزي ما وسائل التواصل دلوقتي قادرة تنقل لنا كل ده بسهولة، الأهم إنك هنا تكون عارف بتتعلم إيه ومن مين، عشان ببساطة مش كل معلومة ينفع يتقال عليها بتعلم، ومش كل مصدر ينفع يتقال عليه موثوق. باختصار، في أشخاص بأسلوبها الخاص قادرين يساعدوا، يعلموا، يتطوروا ويطوروا. وعشان كده احنا النهاردة اخترنا الشخص المناسب للمكان المناسب، ودي حلقة جديدة من مشاكل جرافيك. بمناسبة المصادر الموثوقة بقى، فحابين النهاردة إن احنا نعرفكم على ضيفنا اللي هيسجل معانا النهاردة، واللي احنا شخصيا مبسوطين جدا إن هو هيسجل معانا النهاردة. معانا الباشمهندس أمير علاء الدين. أولا احنا مبسوطين قوي قوي إن أنت معانا، واحنا عارفين إن احنا هنستفيد من بعض، وإن شاء الله كمان الناس تستفيد مننا. شكر جدا يا هاجر على المقدمة الكويسة دي، وهو شرف لي إن أنا أكون معكم النهاردة بإذن الله. هذا شرف لينا والله، وطبعا باشمهندس محمود عشان يا يا جماعة. ستي والله العظيم ما فيه داعي، والله العظيم ما فيه داعي. انا بس عايز ارحب بالراجل اللي معانا، ماشي. يعني عشان بس لقيتك ايه. ساكت يعني وما بس قلت. انا هقول ايه، ما انت بتقدمي يعني، فانا طيب. لا صوت يعلو كارثة. فوق صوتك يعني يا استاذه هاجر. ضابط كارثة. وانا بس والله مش هزايد يعني على الكلام اللي انت بتقوليه. انا طبعا برحب بامير يعني، مبسوط جدا والله اللي انت معانا. يعني احنا بعد عناء شديد ونتفق في ميعاد والميعاد ما يظبطش، ونتفق في ميعاد والميعاد تاني ما يظبطش، الحمد لله يعني ان احنا تلاقينا بنسجل دلوقتي. وان شاء الله ان شاء الله يعني زي ما انت قلت ان الحلقة الناس تستفاد بيها. بإذن الله هتطلع بالشكل اللي يليق بيها، وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة الكل يستفيد منها، وإحنا أول ناس نستفيد منها بإذن الله. بالظبط، انا عايزك بس تفك شوية لان انا حاسك يعني ايه موضوع التسجيل والبودكاست ده وبتاع احنا حاسس بيتقال ايه. هنا كلام بجد يعني، ما ما اعرفش ينفعش ازاي ان هو الناس يتقال في بودكاست اصلا. بتسمعنا. احنا بقالنا دلوقتي 10 حلقات منزلينه، فوالله يعني الحمد لله الناس لسه بتسمعنا، فعادي الموضوع هنا تافه عن ما انت متخيل. المهم انا عشان بس مش عايزين ناخدك في دوكا كده يعني في الاول. بس هو كل واحد بيجي معانا بيقعد على كرسي الاعتراف بتاعنا كده بيعرف بنفسه ياخد الاول. المايك اه ويعرف نفسه. ويدوس. فانت عايزين بقى دلوقتي نعرف مين هو امير اولا. بدأت ازاي، ايه علاقتك بالجرافيك، تخصصك ايه، البداية يعني. انا عايز اعرف بس البداية كانت ازاي، بداية في مجال الجرافيك ديزاين. في الأول أنا اسمي أمير علاء الدين، وخريج هندسة حسابات وتحكم آلي. وده كان بعيد كل البعد عن مجال الجرافيك ديزاين. وقعدت فترة كبيرة إن أنا أصلا أحاول أشفت من الكمبيوتر ساينس إن أنا أدخل جرافيك ديزاين. والحمد لله دخلت يعني ولقيت شغف في الموضوع، عشان أنا كنت يعني إيه بتطور فيه بأسرع ما كنت بتطور في الويب عامة، فعرفت إن ده هيبقى أحسن يعني. مم. وكانت يعتبر كل حاجة أنا متعلمها سيلف ليرنينج من على اليوتيوب، وكل حاجة موجودة على اليوتيوب. وقعدت فترة بقى كبيرة لحد ما خدت شيفت، وبعد ما خدت شيفت اشتغلت فريلانس شوية، وبعدين اشتغلت في 3 شركات منهم 2 هنا في مصر، ودلوقتي حاليا شغال في شركة موجودة في الكويت ريموتلي. والدنيا ماشية بقى، نتخصص شوية ناخد كده شوية ناخد كده شوية لحد يعني الحمد لله يعني لقيت كده الواجهة اللي أنا حاببها أكتر، متخصص في السوشيال ميديا ديزاين والفيجوال بصفة عامة، يعني ده أكتر حاجة حبيتها يعني. حلو قوي. انت قلت ان انت خريج حسابات هندسه قسم مهندس. حاسبات. مهندس. ده ما هو ده الموضوع ده اولا، ده بقى. الموضوع ده اولا. أنا عايز بجد أقول لك قصة تقريبا. طريفة على الموضوع ده. مم. أنا أول يعني أنا قعدت فترة أصلا في أجازة تالتة هندسة، أنا قاعد يعني إيه متحير أكمل. أنا خلاص خدت يعني خدت الحاجات اللي تخليني أشتغل في الجرافيك، وفي نفس الوقت صعبان عليا السنين بتاعت كلية هندسة. مم. فالمهم بقى هي مقدرات من ربنا وده توفيق من ربنا، ان ربنا بيبقى عايز ينور بصيرة الواحد في حاجة، يعني الواحد بيبقى متردد في حاجة فربنا عايز ينور بصيرته. دخلت تدريب، لقيت تقريبا كل التيم بتاع الماركتينج خريجين هندسة وهندسة حاسبات، والتيم بتاع الديفولور كلهم خريجين تجارة وحاجات من فحسيت ان انا مش وحيد في الحياة اللي مشفت. انا وبعد كده اكتشفت اصلا ان 3/4
الديزاينر اللي في مصر هم كلهم اصلا مهندسين. خريجين مهندسين. كمبيوتر ساينس. انا عايز اقول لك يعني مش عارف انت تعرف المعلومه دي ولا لا، انا خريج حسابات ومعلومات بنها هنا، بس عشان ايه كنت يعني ازود الموضوع بقى، خد يلا حسابات ومعلومات برضه. ماشي، وكنت ما هو انا متخصص كنت ويب. الاول بشوفه غريب، لكن دلوقتي عادي. انا كل ما بقابل حد بلاقيه برضو يعني بعيد عن الجرافيك. انت عارف برضو نفس القصه اللي انت حكيتها دلوقتي، اللي هو انا صعبان عليا الاربع سنين او الخمس سنين او ايا كان، صعبان عليا السنين اللي انا قضيتها في الكليه والمذاكره والحاجات دي كلها، لما جيت ابتديت في مجال الجرافيك، لان انا برضو كنت تخصص ويب، وكنت دايس فيه، يعني دايس في الويب، وتعلمت كذا لغه من اللغات اللي بتساعد في ان انت تعمل ويب ديزاين او يعني ويب سايت او كده. بس لما دخلت في مجال الديزاين وبدأ ان هو الموضوع يمشي معايا شويه، لا بدأت ان هي ايه الدنيا تروح في الويب وتعلى في الديزاين، تروح في الويب وتعلى في الديزاين. بس انت زي ما بتقول ان انت الواحد لما بيلاقي نفسه بقى خلاص ان هو بقى ليه اسمه وبقى ليه شغله ودنيا، ربنا اختار لك الكارير ده ايا كان بقى الدراسه. ممكن كمان هقول لك على حاجه، ان انت دراستك في مجال الويب هي ممكن اللي ساعدتك او وفرت عليك الوقت ان انت تدوس في مجال الجرافيك. دي حاجة حقيقية والله. ويعني في حاجات أنا كنت بحس إن أنا بتعمق فيها بسبب كلية الهندسة. إن أنا كنت متعود إن كل النظريات أو كده إحنا بنوصل للأساس. فده اللي خلاني لما مشيت شوية في المجال أسأل نفسي كتير ده ليه. مم. وده وفر عليه حاجات كتير، وما خلينيش أمشي في الطرق كتير غلط وبعد كده اكتشف غلط. بالظبط. ويعني ده في الأول وفي الآخر ده توفيق من ربنا، فده وفر عليه حاجات كتير جدا. طيب انت قلت كلمه برضو حلوه، انا مش عارف انا باخد منك الاسئله هاجر ولا لا بجد انا والله بس شايفاك يعني. بتقول فمديك راحتك. لا والله اتفضلي. على فكرة والله والله العظيم أنا كاتم الكلام عندي، أنا مش عايز أفتح. لا قول والله، يعني ده بص المايك بص بص انا انت، بتاعك النهارده. لا انت خد انت اتكلم، يعني شفت احنا كنا بنتكلم أصل في موضوع أصل المايك أصل ازاي. أصل أنا متفق أنا ومحمود إن إحنا هنتكلم في إطار معين وفي حاجة معينة. ماشي، ما احنا فاحنا لو بنسخن قعدنا بس. بس نتكلم في المقدمة اللي هي يعني كل واحد بدايته دي ممكن تكون خدت مثلا سنة عمال يفاضل ما بين حاجات ويتعلم في بالظبط. حاجات ويتكعبل في حاجات وياخد حاجات مم. غلط، ويشوف كورس وما يلاقوش مستريح فيه ويروح يشوف كورس تاني يلاقيه ده كويس وفاهم منه، مم. ويجرب ويتعلم ويعدل، وأول ديزاين وآخر ديزاين، والتطور بتاع الواحد في الديزاينات، وفرحة الواحد في أول مرة بيفتح البرنامج ويبقى قادر يطلع ديزاين، والواجهة الأول اللي كانت الأول صعبة وبعد كده مع مرة في مرة في مرة الدنيا بقت سهلة. فده احنا ممكن ناخد يعني ندي للناس اللي لسه بادئة دلوقتي قصص ملهمة من الحوارات ديت، عشان احنا جربنا. عشان هو أي حد بيجي يفتح البرنامج أول مرة بيلاقي فيه ادوات كتير وفيه حاجات كتير وكده، يقول انا امتى هبقى كويس في الحاجات دي وامتى هقدر اتعلم الحاجات دي. يعني انا عايز اوجه له رسالة من خلال المنصة اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا كلنا كده كنا في الاول، مم. واي حاجة انسان قدر يعملها فانت في الطبيعي تقدر تعملها. بس الفرق ما بين واحد وواحد ان واحد بياخد خطوات لقدام وبيشتغل كتير وبيثقل مهاراته بمعنى أصح وبيبقى ليه وزنه بعد كده، وواحد بيسمع الكلام وياخد شحنة دوبامين جامدة في الأول ويقول أنا هروح أكسر الدنيا، مم. ويشتغل يوم ويشتغل التاني وبعد كده يبطل، فيجي بعد سنة يلاقيه هو لسه واقف مكانه، والتاني اتحرك بقى سنة خبرة. مم. طب ما انت زي الفل اهو. فكك يا عم من الكلام اللي احنا اتفقنا عليه وان احنا هنقوله. لا الناس مفيش الناس حاجه عايزه تسمع تتفق كده. عليها، اتكلم. اصل الناس الناس اهم عايزه تسمع حاجه كده. عايزه تستفيد فعلا من تجارب حصلت، وعايزه تعرف الحاجات اللي وقعت فيها، علشان يعني توفر عليهم وقت وتوفر عليهم مجهود، تدلهم على الحاجات اللي عامه الصح اللي المفروض تتعمل في الوقت اللي هم فيه دلوقتي، وقت البدايات ده خاصه يعني. طب انا يا عم بص هقول لك على حاجه، هنسال اسئله الناس فعلا يعني ايه بتسالها، واحنا يمكن قلناها قبل كده، بس انا قلتها من وجهه نظر انا كمحمود، يعني انا ايه انا عملت كده. انا عايز بقى اعرف تجربه امير. اولا انت قلت دلوقتي ان انت اتعلمت سيلف ستادي. تمام. تمام، اتعلمت من خلال اليوتيوب صح؟ دي حقيقة. كويس. انت شايف من وجهة نظرك ان التعليم من خلال اليوتيوب ولا ان هو ياخد كورس في مكان مع محاضر؟ على حسب شخصية اللي بيتعلم. حلو جدا. ازاي بقى؟ يعني مثلا في واحد بيقدر يبقى لوحده ملتزم،
حلو. يعني انا هدخل في الكورس ده من اوله لاخره وهخلصه وهطبق عليه وهعمل كل حاجة تمام وهشتغل بايدي لوحدي. المعلومة موجودة على اليوتيوب. الفرق ما بين واحد وواحد، في واحد بيقدر يلتزم وفي واحد ما بيقدرش يلتزم لوحده، فبيبقى عايز حد مثلا يقول له لا انت اشتغل دي، لا انت محتاج حد محتاج يتابع معاه. في حد بيقدر ياخد كورسات اونلاين ويبقى ماشي كويس، وفي حد ما بيقدرش ياخد كورسات اونلاين، بيبقى عايز ياخد كورس فيس تو فيس ومع مجموعة مع جروب. هنا بيقدر يبادل الافكار بتاعته وبيقدر يثقل المهارات بتاعته، والمهارات بتاعته تبقى اقوى، ان هو يبقى شايف ناس شبهه بتتعلم، مجموعة بيتبادلوا مع بعض الخبرات، يشوف ده عمل ديزاين فيحاول ان هو يلاقي ده اشطر منه شوية فيحاول يغير منه. هنا في غيرة محمودة وفي مم. غيرة ضارة، فخلينا في الغيرة المحمودة اللي هو محتاج يطور من نفسه، بيشوف حد مثلا احسن منه فهو حابب يبقى احسن. طيب انت مثلا يعني انت كتجربتك مثلا فكك من على حسب الشخصية، لو قسمتها لك كده بنسبة في المية كده، يعني التعليم من خلال اليوتيوب تديله كام في المية، وان انت تاخد مع محاضر تديله كام في المية؟ بالنسبة لحد لسه بيبتدي في المجال مم. فهي المعلومة موجودة على اليوتيوب بنسبة 100%. حلو. مش هتحتاج حاجة من بره بس خالص. هتاخد وقت يعني، بس خلينا نتكلم في النقطة دي، ان انت هتدور عليها فهتاخد وقت، انما انت لما تروح تاخد مع محاضر هو بيختصر عليك الوقت ده، بس دي وظيفته مش اكتر. صح ولا غلط؟ دي حقيقة. حلو جدا. أنا في فترة من الفترات أنا خدت كورس مدفوع، بس كنت في مستوى متقدم شوية مم. عشان ياخدني من حتة لحتة تانية. هو بالظبط. الكورس المعلومات بتاعته موجودة مم. وأنا عارف إن المعلومات بتاعته موجودة، بس كان وظيفة اللي اداني الكورس إن هو جمع لي مثلا، بدل ما أنا كنت هجمع مثلا معلومات في 3 شهور، مم. هو جمع لي المعلومات كلها وأنا خدت الكورس مثلا في أسبوعين، فأنا لميت بالظبط. معلومات 3 شهور في أسبوعين مثلا. بالظبط كده. أنا بقولها لأي حد بيجي يسألني أنا إزاي أتعلم. المصادر موجودة على اليوتيوب وفي ناس بتتعلم كل حاجة فور فري. يعني أنا حتى دي أنا يعني بقولها لنفسي، بقول مثلا إن أنا عايز آخد مثلا كورس في البراندنج مثلا. مم. أنا هشوف كل المصادر مثلا اللي هي مجانية، واشوف الدنيا فيها عامله ازاي. لو انا ما لقيتش اللي انا بدور عليه يبقى انا اروح للمصدر المدفوع. طب انا لو عارف ان محمود هو اللي عنده المعلومه ومحمود هو اللي هيديني المعلومه والمعلومه دي انا محتاجها في كذا وهتعلمني في كذا، لا اروح ادفع طبعا حق المعلومه واخد المعلومه، عشان انا دلوقتي لما بتقل في مهاراتي انا بعد كده بقدر اخد ده فلوس. يعني مم. انا بستثمر في نفسي، وهو من انجح الاستثمارات ان انت تستثمر في نفسك. صح. انت في بدايتك، يعني مش انت كأمير في بدايتك كجرافيك ديزاينر او حد حابب ان هو يتعلم المجال في البداية خالص، تنصحه ان هو يركز على مجال معين، ولا ان هو يدوس يخبط في المجالات كلها ومع الوقت هيكتشف المجال اللي هو حبه او المجال اللي هو هيمشي فيه؟ يعني هي بتختلف برضك من واحد لواحد، بس هقول لك الحاجة اللي تتناسب مع العموم. ان انت في الاول جرب حاجات كتير، عشان انت في اوقات انت بتبقى مفكر ان انت حابب حاجة، ولما بتجرب بتلاقيك حابب حاجة تانية او بتلاقي ده مش كويس. مم. ودي مشكلة عند الناس كلها. في بداية اي حاجة انت بتبقى خايف وبتبقى راسم ان الحاجة دي حاجات سلبية كتير، لكن لما بتبتدي بتلاقي ان الحاجة بسيطة وسهلة وبعد كده تقدر تحدد بقى هل انا حابب ده ولا مش حابب ده. عشان انت لما بتبقى واقف في الموضوع من بره انت بتبقى مفكر ان انت عارف كل المعلومات وعارف كل حاجة وعارف كل الجوانب وكل حاجة، مع ان اكتر نقطة انت بتبقاش عارف فيها حاجة النقطة اللي انت بتبقى فيها بره. وكل ما بتتعمق في الموضوع مم. بتبقى بتتأكد يقينا ان انت مش عارف اي حاجة. صح جدا. اتفق معاك 100%. ودي طيب برضو نصيحة عشان أنا اتسألت السؤال ده. اه. أشتغل فول تايم في الأول ايوه. ولا أشتغل ريموتلي في الأول أو أشتغل فريلانس في الأول؟ يعني فريلانسنج ولا في شركة؟ يعني انا كنت مجهزه والله، هقول لك السؤال ده دلوقتي. يعني انت فريلانسنج في الاول ولا في شركة؟ السؤال ده من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل. ده اساسي طبعا يعني، بس عايز اعرف رأيك هنرجع برضه. برضو ونقول امم. كل شخص بيختلف. وده فايدة إن أنا دايما أسأل نفسي أنا بعمل كده ليه أو أنا بحب كده ليه. لازما تبقى أويرنس بنفسك شوية، امم. من ناحية إن في واحد بيبقى من طبيعته
ان هو بيحب الهدوء وبيحب يشتغل لوحده، ما بيعرفش يشتغل مع تيم. صح. وانا قابلت ناس من كده كتير. يبقى ده كده الفريلانس هيبقى ناجح فيه، او يشتغل ريموتلي بعيد عن تيم هيبقى ناجح فيه برضه. مم. في ناس بيبقى لوحده ما بيقدرش يمانج التايم بتاعه وما بيقدرش يطلع، بتبقى الانتاجيه بتاعته تعبانه خالص، وبيقعد يروح مع صاحبه ده شويه ويعمل كذا شويه وكذا شويه. لا، يبقى انت الفول تايم ليك في الوقت ده احسن. مم. مم. لا صح. بصفه عامه هي بقى، لو وجهة انت نظر. لسه بص في انا البدايه. اول مره بصراحه يعني وجهة نظر او كلام مختلف. يعني انا دايما اللي بسمعه وانا دايما بقوله ان انت دلوقتي تشتغل في شركه عشان تاخد خبره ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس انت بصيت لها من منظور تاني، ان انا ماشي اصل هاخد احنا خبره. مختلفين. حلوه، صح جدا، انا معاك. ما عشان كده انا بقول لك دوس. انا بسالك اسئله يمكن احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس انا عايز اعرف يعني وجهه نظرك انت او كلامك انت. فانا بتكلم في نقطه ايه، انا كنت بقول ان انت هتاخد خبره من الشركه وبعد كده بدوس في الفريلانسنج. طب ماشي، انا اذا لو انت بقى بتتكلم على الشخص اللي هو ما بيعرفش يشتغل مع تيم، طيب ما انا هروح اتقدر في الشركه دي لو انا ماشي بالمنظور ده. عايز بقى ارجع خطوه بقى، هي الاجابه دي تاخدها كده في كل حياتك. يعني انت جرب الاول، وبعد كده انت هتعرف نفسك انا مستريح في كده ولا مش مستريح في كده. بس دايما اسال نفسك ليه، عشان توفر على نفسك ان انت ما تبقاش ماشي بالبركه. اصل ما فيش حاجه ماشيه بالبركه، هي ماشي. كل حاجه ماشيه لسبب. مم. في بقى حته توفيق ربنا ده، انت لما بتبقى عارف ان انت عملت كذا عشان كذا عشان كذا، فتلاقيك مثلا ان انت نطيت استبتين كده، دي يبقى كده توفيق ربنا. حلو. او حاجه حصلت لك في حياتك وفرت عليك مجهود كبير، ده كده يبقى توفيق ربنا. لكن ان انت ماشي في الحياه بالبركه، لا، ده مش موجود، ده ما حصلش. طب انت في بدايتك انت اشتغلت في شركه ولا فريلانسنج؟ اشتغلت فريلانس اول حاجه. اول حاجه. الحمد لله مش مطبعة، لا عشان انت أو اول شخص اول تقول حاجه ما اول اشتغلش حاجه في مطبعة. اشتغلت فريلانس. اه. بس انا كانت ظروفي مختلفه، ازاي بقى؟ عشان انا كنت طالب. اه. انت. فاللي كان ماشي معايا في الوقت ده ومع دراستي الصعبه، كان الاحلى حاجه دلوقتي معايا في الوقت ده ان انا ابقى شغال فريلانس. طب انت معلش، انت كنت قادر توفق ما بين مثلا دراستك في الهندسه وان انت تبقى شغال جرافيك ديزاينر، مع ان الاثنين محتاجين تركيز كبير جدا يعني؟ والله العظيم انا اقول لك حاجه انت مش هتصدقها. قول. انا كنت في تانية انا مم. كنت جايب جيد، وفي تالتة جبت جيد جدا، وفي رابعة اللي انا كنت شغال فيهم جبت امتياز. ما شاء الله، ما شاء الله. يعني احنا محتاجين ازاي؟ والله هنحط العظيم ازاي ما هنحط خمسة اعرفش. وخميس على الكفر، ما تقلقش يعني انا. النماذج الحسنة المفروض كنا نجيبها. مش احنا ازاي ما اعرفش، اصل احنا مع كنا. ان مذاكرتي كانت يمكن اقل من السنين اللي قبلها. ماشي، بس انت بتتكلم في نقطة بقى ان انت ربنا شايفك انت بتسعى وبتعمل اللي عليك سواء في هي الحتة شغلك دي هي الحتة دي. ودراستك وبتاع. هي زي ما هاجر كانت بتقول، هي دي النماذج الحسنة فعلا اللي احنا كنا المفروض نجيبها. بس احنا اتكلمنا على موضوع الكلية والتقديرات دي قبل لا، احنا كده. برضو كان عندنا غلطات كتير وحاجات كتير غلط. يعني ما فيش حد كامل. انت ما تحكمش على شخص من الصورة من بره، عشان انت مش عارف ايه اللي جواه او ايه التحديات اللي جواه، او ايه الحياة اللي هو عايشها او كده. فانت ارضى بحياتك وما تقارنش نفسك بحد. يعني حتى في حتة الجرافيك، عشان في ناس بتشوف مثلا شغل حد يقول لك ده شغله جامد جدا. طب هو انت عارف هو كام سنة خبرة؟ انت كده امم. بتظلم نفسك وبتحطم نفسك. بص انت في بقالك كام ورقتك. سنة في المجال؟ انا خبرة فعلية سنتين. مم. بس بعيدا بقى عن انا قبلهم قعدت بقى، اتعلم يعني في قد ايه قبلهم والكلام ده كله. انا قبلهم كام سنة؟ قبلهم. لا، في كتير تعليم يعني. خبرة فعلية سنتين بس قبلهم بقى، عشان يقول على نفسه خبرة فعلية سنتين. قبلهم بقى كان ايه، بلاوي ما تحسب لهاش من النقطة حاجات بقى دي. وصخابيط وكده، وانا اه. ما بحبش بصراحة. يعني مش عايز ادخل في النقطة دي عشان فيها كلام كتير يعني. لا مش عايز خليك. اكتب على نفسي سونيور وانا لسه اصلا مش بالظبط، سونيور، فكك من واكتب على نفسي المسميات. الف زي يعني دكتور فكك من وانا. المسميات خالص. فكك من المسميات خالص. يعني انا اهم انا حاجة بس قارن نفسك بنفسك بس. بالظبط. ما لكش دعوة بالمسميات خالص. وفي طرق تعرف ان انت بتتحسن ولا لا. حتى مم. لو انت شغال مع ناس او شغال في شركة، تعرف ازاي ان انت بتتحسن. تعرف ازاي ان انت بتطلع لقدام، وازاي تعرف ان انت بترجع لورا. وانا بحثت في الموضوع ده كتير، عشان هو كان شاغلني اصلا ان انا ازاي اعرف اصلا انا دلوقتي بقيت ايه. بقيت جونيور ولا ميد ليفل ولا سينيور ولا ايه بالظبط. عشان التقييم ده بيفرق في ان انت تقدم على شغل، مم. وبيفرق ان انت بتطلب سالري معين، وبيفرق في الحاجات دي كلها. فانت المفروض لازم تعرف وزنك في السوق عامل ازاي. مم. لا، الله ينور. انت طب مش قد بعيدا عن عمال. شغل لا ايه؟ اتفضلي والله ابدا. يا ده لهوي انا مصدقك انت ازاي؟ اتكلمتي.
لا لا، ولا صح، كنت هدخله في سؤال تاني، فانت لو عايز لا والله ما هو تعلق خلاص، على اصل انا حاجه. كنت هقول له هي معلومه ملهاش اي فايده، انا عمال بقول له ان هو جاوب على كل الاسئله تقريبا اللي انا كنت عايز، انا كنت محضر له شويه اسئله كده من سؤال في سؤال، فهو بيجاوب منه لنفسه كده ما شاء الله يعني، مش عارف اتعود. نفتح الاسئله تاني نتكلم فيها لا بطريقه اتعود، انت حلوه. اتعودت خلاص، انت دخلت بسرعه في الاجواء بتاعتنا. طيب انت كنت منزل بوستات مهمه جدا، كنت جاي كاتب فيها ازاي تحصل على اول عميل، وازاي يبقى عندك عميل بتشتغل معاه او هو حابب يشتغل معاك، وانه يفضل دايما يجي لك ويفضلك كديزاينر. فاول حاجه خالص، ازاي واحد فريلانس مثلا في شغل فريلانس يجيب اول عميل ليه؟ هي في الاول اصعب ستيب في الفريلانس هي اول ستيب، مم. لعده حاجات كتير. اول حاجه اكتر ناس بيتنصب عليهم في الاول اللي هم اللي لسه بادئين، وانا واحد من الناس اتنصب عليها في الاول. مم. اتنصب عليك في قد ايه بقى؟ عشان انا بس بالله وعايز عليك احذر بقى استناني بس، الناس يا جماعه، استناني بس. انا واحد جاي هو منصوب عليه قبل انت كده، انت لدرجه ان انا يعني في ايام مم. كان نفسي اكتب كده على الواتساب بتاعي اللي منصوب عليه من طوب الارض. انا بابا انا عندي كلب، انت اتنصب عليك في قد ايه بقى؟ هي اول كده حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، $75. ما شاء الله، لا يا عم ده وما انت كانوش بتوعي، اصلا. اصلا، ولا مم. الفيزا كانت بتاعتي ولا اي حاجه. بس الحمد لله، الحمد لله من رأفة ربنا بيا، عشان انا عدى عليا يوم من أسوأ الايام، والفلوس الحمد لله رجعت. ده كان قبل وكان التعويم ولا بعد التعويم؟ قبل التعويم، هي كان حوالي 1200 جنيه. طب ماشي يعني ربنا يعوض لا عليك ما ولا رجعوا. بيقولك في البدايه، فده كان حاجه كويسة. وما كانتش فيزتي. اه يعني انا اختي كنت واخد منها الفيزا عشان افعل الباي بال، اه فهي كانت الفيزا بتاعتها هي اللي محطوطه على الباي بال. اه. فانا دخلت على موقع فريلانس، اللي هو موقع فريلانس. امم فدخلت، فواحد طبعا انا في الاول اللي في الاول بيبقوا باينين ان هم عمالين يخبطهم، والاكونت بتاعه حديث، فبيبقى بقى هو مش فاهم اي حاجه، فهو محمل للنصب على طول، تعال انت هيتنصب عليك. فكان حوالي الساعه 2 بالليل، تمام. وكنت بقى بسمع بقى حاجات كتير، والوقت اللي المفروض تقدم فيه، وامتى الوقت مش عارف ايه، والحاجات دي كلها. دخلت لقيت واحد بيكلمني بيقول لي انا عايزك في شغل، وبعت لي PDF كده. فتحت PDF لقيتني ان انا هعمل شويه صور ومش عارف ايه. شغل كان بسيط ما كانش صعب، وهنا دي حاجات بتبين لك بقى ان ده نصاب. اول حاجه شغل بسيط، تاني حاجه كان هيديني $800. اول حاجه انا بعملها هو بيلعب هنا على العاطفي بتاعك، امم فما يخلكش مدرك انت بتعمل ايه. فطبعا اول حاجه انا عملتها طلعت الاله الحاسبه، وتقريبا كان الدولار ساعتها ب 16 جنيه، ضربت 800 ب 16 رقم. خلاص انا كده مش عايز حاجه من الحياه. ايوه، اللي هو كان كام بقى؟ كل اضرب لنا دلوقتي 816 هاجر طلع لي كام؟ شوفي كده. نضربونش. ماشي. لا انت 12,000 هتضربي بجد، انت بتهزري. كنت حابه 12,000 في حد لسه بيبتدي 12,000 في المجال، اه و12,000 مثلا، يعني اضرب دلوقتي ال 12,000 دول في 3. بالظبط. لا نضرب. ده 36 مش خلاص محتاجه، بقى ما 36 تفضحناش. الدرجة. يا لهوي. معلش. كده الناس بتضحك علينا. هي اصل اداب، وكانت ادبي تقريبا باين. لا كنت علمي عادي على فكره. علمك والله العظيم بالمنظر اللي انت بتعمليه ده. فبعدين قلت بس كده خلاص بقى، هي كده الدنيا زعزعت معايا، انا مش عايز حاجه تاني. بعدين بعت لي البروجكت في الشات عادي، عملت اكسبت. اول ما عملت اكسبت لقيت اتخصم مني $75. ليه بقى؟ هقول لك بقى. امم والراجل كلمني طبعا على الواتساب، وقعدت اتكلم معاه ومش عارف ايه. طب ابعت لي، لازم أن تبعت لي عشان تسجل معانا. تقريبا كانوا $20 حاجه زي كده. قلت له انا معيش فلوس ومش عارف ايه. عرفت بقى ان الموضوع نصب. امم دلوقتي في $75 اللي طاروا مني. طبعا بقى انا في الوقت ده الفلوس اتخصمت من الفيزا بتاعت اختي، والكلام ده كان الساعه 2 بالليل. انا كل في دماغي هي هتصحى طب انا الصبح اختي هتيجي هتوقدك. الصبح اه تعمل فيا ايه، تقول لي ايه؟ يعني هي كانت مدياني الفيزا بتاعتها عشان اعمل بيها حاجه، هي جزائها ان هي ادتني الفيزا بتاعتها. وانا قعدت يعني بقى ايه، مش عارف اعمل ايه، اللي هو ما مش خلاص مش عارف اعمل ايه. قمت جاي قايم متوضي ومصلي ركعتين وداعي عليه. ودخلت نمت. صحيت الصبح ربنا ألهمني، وكلمت خدمة العملاء وقلت لهم ان ده نصاب ومش عارف ايه، وانا ما فيش بروجكت اصلا، وانا اتخصم مني النسبة دي ليه.
فبعدين مع ايميلات بقى طب اتخصمت النسبه دي عشان هم بيخصموا النسبه مقدم من حسابك لما انت بتعمل ابروف على البروجكت. حلو. وده غير منصات تانية، يعني مثلا مم. كنت متعود على مستقل شويه. مستقل لا، مستقل انت بتعمل الديل مع العميل، ولما بيجي لك الفلوس هما هم بيخصموا. بياخدوا نسبته. اه. كلموني بقى وقالوا لي عشان دي، او احنا هنرجع لك الفلوس، وعشان دي اول مرة انت بتستخدم الموقع وانت مش عارف وكده، احنا هنرجع لك الفلوس، وقفلنا الاكونت بتاع الراجل. مم. بس لو اتكررت تاني ماشي. الفلوس هتضيع عليك، عشان احنا مش مسؤولين مم. عنك يعني. مم. قعدت احمد ربنا ان الفلوس جت، وتقريبا لا 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 لا، الفريلانس ما بتاعتوش لحد انا مش دلوقتي. داخل تاني يعني. هو هيرجعوا لي بس انا مش جاي تاني. يعني هو سلام اصلا، عليكم. اه هو اصلا خصم الفلوس كان من الموقع في التعاملات، اللي هو انا بخصم النسبه بتاعت الموقع منك انت، لان انت خدت اه عملت ابروف على البروجكت اللي هو بعته لك. العرض اللي هو بعته لي. اه. فانت هو اصلا كان بيكلمك على الواتساب وانت بتتواصلوا مع بعض ان هو عايزك اصلا تبعت له $20 كده علشان تسجل معاه وحاجه زي كده. دي فالنصب حقيقة. كان من كده. لا او فاحنا في كويس. حكايه دلوقتي مشهوره قوي، اه. يزنقك في الوقت ويقول لك اعمل لي كذا كذا وهديك مثلا 500 $600، نفس اللعبه برضه كده، كلها نفس اللعبه. امم. وبعدين يقول لك انا محتاجهم بكره ومش عارف ايه وكده، اقول لك وريهم لي. طب انا محتاج مثلا $20 او $100 او اي حاجه عشان خاطر ابعت لك مثلا ال $800، اخليك عشان اقدر احول لك، عشان لازم انا افتح لك حساب بنكي او اي حاجه. الحاجات دي بتتبعت لي كتير قوي. اه. طب كل ده نصب، كل ده نصب، كل ده نصب يا جدعان. وما يعني حاولوا ما تفرحوش ان حد هيديك مبلغ كبير، عشان دي ما بتحصلش. اللي بيدفع مبالغ كبيرة هو عارف هو بيدفع مبالغ لمين، وعارف هو بيدفع ليه. ما تبقاش انت مفكر ان انت حد مبتدئ وحد مثلا هيجي يديك $1000. حلو قوي. طب بما اننا فتحنا حته النصب دي، او ان هي مثلا العميل الوهمي او العميل اللي داخل يشتغلك، بغض النظر عن مواقع العمل الحر، سواء بقى بورك او فريلانس او مستقل او خمسات او الكلام ده كله، لان يعني ايه النصب عليها مش زي النصب بره. عميل الفيسبوك او عميل الانستجرام او عميل الواتساب اللي هو بيدخل لك دايركت كده، ده ايه نظامه؟ اتنصب عليها كتير في الحاجات دي. بس انا كنت في الاول يعني ما بزعلش نفسي، وما بحبش ازعل نفسي على حاجه انا ماليش يد فيها. يعني انا ماليش يد ان انا يتنصب عليا، بس اللي اقدر اتعلمه من الدرس ان انا اتعلم بعد كده. فشباب برضو ملاحظه كده، مم. لو حد مر بظروف صعبة، يعني مثلا اتنصب عليه، ضاع شغله، حصل معاه أي ظرف وحش، يحاول يبص لنص الكوباية المليان. دايما خلي نظرتك لنص الكوباية المليان، وخلي يعني خلي ضريبة أو الثمن اللي أنت تكسبه جزاء الحاجة اللي حصلت لك دي، إن أنت تتعلم وما تقعش في الحاجة دي تانية. عشان أنت أي حاجة تحصل لك في الحياة هي بيبقى فيها درس مستفاد. لو انت اتعلمته من اول مره فيبقى انت كده كسبت الدرس المستفاد ومش هتقع فيه تاني. لو انت ما اتعلمتش في اول مره يبقى انت ما كسبتش اي حاجه، يبقى انت كده خسرت. مم. انا في مره كنت بتكلم مع عميل وكان سعودي، والاحلى والاجمل ان هو اول شغل ما بينه وما بينه هو دفع لي فلوس مم. وحول لي الفلوس بتاعت الديزاين. وكان معايا ليه مشروع تاني كمان، حول لي الفلوس بتاعته. مم. جيت في المشروع الثالث، كان طالب مني حاجات سوشيال ميديا، عملت له الديزاين. وانا كنت دايما يعني في الاول بفترض حسن النيه. كويس. عملت المشروع التالت، خد الديزاين، ولقيت الديزاين نزل على الصفحات بتاعتهم كلها، مم. وما عادش بيرد عليا. حصلت كتير بصراحه، حصلت كتير جدا فانا يعني. ساعتها يعني كنت اقدر بقى اكلم صاحب هو كان محل كنافه، فكنت مم. اقدر اكلمهم واقدر ابعت لهم، واقدر اعمل حاجه، يعني اقدر اعمل حاجات من كده. بس ساعتها قعدت احسبها، قلت انا لو قعدت اصدع في دماغي يعني هبذل كتير من طاقتي. مم. فلما جيت حطيتها كده، مثلا $10 حق مثلا الديزاين، والطاقة اللي أنا هبذلها والكام يوم اللي هقعد أبعت ومش هقعد أبعت، واحتمالية إن هو أصلا ممكن هو اللي يكون ماسك الأكونتات وهو اللي يرد عليا، هتبقى صعبة أو هتعب دماغي على الفاضي. خلاص استعوضت ربنا وخلاص، ما مشيت بس الحياة وقلت استفدت من خلاص. الموقف يعني، انت خلاص طبعا ريحت دماغك، طبعا. استفدت من الموقف. ده بقى اللي آه، أنا بقيت بعمله دلوقتي، مفيش شغل من غير نص مم. البادجت قبل كده. ودي ليها فوائد كتير جدا، مش فوائد إن أنا بمنع نفسي من النصب، مم. لا هي ريحتني في حاجات كتير.
وهقول كده بالنسبة لأمير وبالنسبة لشخصية أمير، جايز يكون في حد شبهي يستفيد منها. أنا كنت مثلا لما بسلم الشغل، وممكن يكون في ناس كتير شبه تقعد بقى تستنى، هل العميل هيبعت لي الفلوس؟ هل العميل هيبعت لي تعديلات كتير؟ هل العميل ممكن الديزاين أصلا ما يعجبوش ويقول لك لا أنا مش عايز أشتغل؟ ولا كل الحاجات دي بتحصل، وكل الحاجات دي مرت عليا. فأنت لما تبقى واخد على الأقل نص الفلوس، وفي ساعات مع عملاء باخد مثلا 30%، وفي عملاء تاني ساعات مثلا هم بيبقوا شايفين شغلي وعارفيني وكده فبيبعتوا لي الفلوس كلها. فانت لما بتبقى واخد الفلوس، اولا انت العميل بيبقى عارف ان هو دافع حق الديزاين، فالتعديلات ما بتبقاش كتير. ده مم. رقم واحد. مم. رقم اتنين، انت بتبقى مريح بالك بقى، عمل سين ما عملش سين، رد عليك ما ردش عليك، اي حاجه انت كده كده فلوسك معاك. فانت بتبقى مريح بالك على الاخر، مش قلقان من الحته دي، وبتبقى عامله لود وبتبقى عامله ضغط، عشان انت مثلا بتبقى شغال على بروجكت كذا يوم وانت عامل لود على نفسك، فانت مستني العائد، فانت بتبقاش شاغل بالك بالحته دي. رقم ثلاثة، ودي المهم بقى في الخلافات. ممكن انا مثلا حد اكون عملت معاه ديزاين وقلت له مثلا الافكار، وقلت له كل حاجه وخلاص اتفقنا على الكلام ده كله. جينا وقت التنفيذ، قال لك لا انا تنفيذك مش عاجبني، او لا ده اللي ما كانش في دماغي، او لا انا مش عايز اعمل. قول له خلاص قشطه، ستوب بقى هنا يا حبيبي، احنا دلوقتي انا عملت كذا وكذا وكذا، وتاخد حقك بما يرضي الله وتدي له حقك. يبقى انت كده خدت حقك وهو خد حقك، بدل ما تبقى انت اللي طالع خسران من الموضوع كله. لا مم. صح جدا، أنا متفق معاك بنسبة 100%. وموضوع النصب وموضوع العملاء والكلام ده كله، يمكن احنا التريب ده اللي احنا بنقع فيه كلنا من بدايتنا. يعني أنا أفتكر موقف في بدايتي خالص، بس ربنا سترها معايا بصراحة. إن أنا ساعتها كنت مسافر من القاهرة لدمنهور، لأن أنا مقيم في دمنهور يعني، أو كنت ساكن في دمنهور قبل كده. فلقيت إعلان على الفيسبوك إن حد طالب ديزاينر وبتاع، بعت له على الرقم بتاعه على الواتساب. تمام تمام، واتفقنا. كان ساعتها المرتب كان غالي، يعني كانوا هنتعامل بنظام يعني انت شغال فريلانسنج بس ايه، بنظام شهري، انت مرتب شهري. وجينا مثلا اتفقنا، قال لي المرتب تقريبا كان ساعتها، كان الكلام ده من 4 سنين او 5 سنين، كان تقريبا 6000 جنيه. ماشي، فالموضوع كان، لا كان مغري يعني، اللي هو ايه، بس عايزين دلوقتي ديزاين هنعمله دلوقتي، بس الساعه 12 بالليل وانا مسافر. فقلت له لا دلوقتي صعب. فقال لي لا حاول ومش حاول وبتاع مش عارف ايه، قدامك قد ايه؟ قلت له قدامي مثلا ساعه قبل ما اوصل، وقول ساعه كمان قبل ما اعمل لك الديزاين اللي انت طالبه ده وبتاع. فجه قبل ما مثلا كنت انا في العربيه وفي الطريق وانا ماشي، خدت رقمه وسرشت بيه على الفيسبوك. لقيت ان واحد كان منزل بوست كده كامل، ومنزل رقمه ومنزل سكرين شوت من الشات اللي كان بينه وما بينه، بيقول يا جماعه الراجل ده نصاب، اوعوا تتعاملوا معاه. خدت انا السكرين دي وجيت رايح بعتها له. كان اسمه مش عارف اسمه استاذ اسمه مش استاذ ايه مهم. ولا زي، مش مهم استاذ يعني. نصاب يعني، استاذ يكون نصاب، اسمه والله فعلا استاذ نصاب. ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ قال لي لا ما تسمعش الكلام ده ومش عارف ايه، ده الراجل ده ديزاينر ده سيء جدا، وانا ما كنتش هتعامل معاه، وهو ما يعني بيشرد لي علشان. قلت له بيشرد لك ايه؟ هو الراجل هيشرد لنفسه في ايه يا عم؟ ورحت اعمل له بلوك. فاللي هو يعني الحمد لله ان ساعتها ان انا كنت متاخر او كنت مسافر، يعني انا بحمد ربنا كنت مسافر ساعتها، انا كنت مسافر وانا متقدر اليوم ده. بس خدت الرقم وسرشت، فالحمد لله ان هي ايه الموقف ده حصل يعني. فدي كانت برضو حاجه بننوه عليها دايما. الناس اللي لسه بتبتدي، او الناس اللي هي طبعا الخبره في المجال هتبقى عارفين النقطه دي، بس الناس اللي لسه بتبتدي حاول باي شكل من الاشكال ان انت ما تشتغلش غير لما يكون معاك عربون نص المبلغ. وما تعتمدش ان، او ما تفكرش ان انت لما تقول له على نص المبلغ او ان عربون او ديبوزيت او ايا كان المسمى، ان هو هيسيبك ويمشي. صدقني ان هو مثلا يمشي، انت لو مشي تعرف ان هو نصاب. لو جاي لك علشان خاطر شغلك وجاي لك فعلا عايز يعمل شغل، صدقني هيبقى ملتزم معاك، والديل اللي انت بتعمله معاه هيبقى ملتزم بيه. طيب الحاجة بقى الأهم دلوقتي إزاي عميل يتعامل معاك ويرجع يشتغل معاك تاني، أو إن أنت إزاي تكسب العميل ده؟ هي أهم نقطة في الحوار ده العقلية في الأول اللي أنت داخل بيها بتتعامل مع العميل. أول حاجة، حاول إن أنت تتعامل مع عميل بعقلية وين وين، هو يطلع كسبان ومبسوط وأنت برضو بتطلع كسبان ومبسوط. حتى لو أنت في أول مرة مثلا هتعمل له عرض، هتقلل السعر شوية بحيث إن أنت تكسبه. لازما تخلي يعني عميلك إن أنت تخليه عميل دائم أهم من إن أنت تخسره.
ودي تحطها في دماغك، وهي في الاول وفي الاخر هي ارزاق، وكل واحد رزقه مكتوب وكل حاجه، بس ده سعي. فدي اهم حاجه، التعامل مع العميل. اكتر حاجه بيحبها العميل اول حاجه ان انت تسمع له وتسمع رايه كويس، عشان في حاجات كده انا بشوفها كتير، ان هو يقول لك العميل ما بيفهمش، ويقعد يقول لك كبر اللوجو وصغر اللوجو وبيضيع عقليتك ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس اكتريه الاوقات لا، العميل بيبقى فاهم وبيبقى مسرش على ديزاينات معينه، وبيبقى شايف حاجات معينة، وبيبقى مثلا لو حد بيعمل لوجو، هو مثلا عايز الجولدن راشيو في اللوجو بتاعه، عايز نسبة مش عارف ايه في اللوجو بتاعه، لا عايز يبقى فيه كذا في اللوجو، شايف كذا شايف كذا. فانت كل ما انت بتسمع في العميل في الاول، انت بتوفر عليك وقت ان انت تقعد توري له حاجات هو مش عايزها وهو مش حاببها. هو بيبقى في دماغه ستايل معين، كل ما انت تبقى اسرع وتديله الستايل ده من اول مره، هو كده هيقول ان انت حد فاهم، وان انت حد كده ما بتخلوش يبذل مجهود كتير في ان هو يوصل لك المعلومه. دي اهم حاجه. تاني حاجه الرد، يعني خلي طول ما انت العميل بيتواصل معاك انت بتتواصل معاه بسرعه، عشان العميل ساعات ممكن ما يبقاش فاضي، فهو بيكلمك في الوقت اللي فاضي فيه. مم. وفي ناس بتبقى مقدرة ان انت ممكن ما تكونش فاضي او كده. فلازم أن توازن ما بين الموضوع، يعني انت حاول تتواصل مع العميل، وبالذات في الفترة الأولانية اللي انتوا بتتفقوا على كل حاجة وتحطوا الخطوط اللي انتوا هتمشوا عليها بعد كده في البروجكت. فحاول انت تكون بترد بسرعة، وبالذات اللي حابب يخش في مجال الفريلانس، هو أهم حاجة السرعة في الرد، عشان حرفيا ممكن عميل يكون باعت لك رسالة في الوقت ده، انت مثلا ما تردش، تيجي تكلمه تلاقي حد تاني هو اصلا خد البروجكت. مم. فحته الرد بسرعه دي بتفرق جدا. انا عايز مم. اسالك سؤال معلش كده، هو ايه اهم صفة انت بتشوفها لازم تكون موجودة في الفريلانسر؟ هي كل الصفات مهمه، بس هقول لك حاجه، يعني ممكن اهم حاجه هي تنظيم الوقت، مم. عشان ينظم وقته كويس، عشان هو يعتبر هي من مساوئ الفريلانس، ان انت كل حاجه انت اللي بتعملها، انت اللي بتديل مع العميل، وانت اللي بتتكلم مع العميل، وانت اللي بتهندل مع العميل، وانت اللي بتعدل مع العميل. فوق ده كله انت محتاج ان انت تطور في مهاراتك، عشان خاطر يبقى ليك وزنك في السوق، عشان الدنيا متطورة والناس كلها بتحاول ان هي تعلي مهاراتها عشان يبقى سعرها اعلى في السوق. فيعتبر اهم حاجة في حتة الفريلانس التنظيم الوقت. صح جدا. مم. وعايز اتكلم برضك عن حتة الصفات دي، نقطة مهمة قوي قوي قوي. ها. كلنا مخلوقين، كل واحد بيميزه صفة مختلفة عن التاني. يعني ممكن في واحد كويس في الكوميونيكيشن جدا بفطرته، مم. وواحد منظم في الوقت بفطرته برضه. صح جدا. فأي مهارة أنت حابب تتعلمها فأنت تقدر تتعلمها، مم. وحتى لو حد موهوب في المهارة دي وما اهتمش بيها، هي بتضيع منه. صح جدا. دلوقتي معظم البوستات اللي انت كنت منزلها او الحاجات اللي منزلها عامه على الانستجرام او لينكد ان او ايا كان، انا ملاحظه فيها حاجات مختلفه شويه، لان انت مش بتنزل زي نصايح او تجارب مثلا او كده. انت بتنزل بوست، كل بوست مثلا اللي هو دي حاجه لو عايز خطوط خد انا مديك خطوط، لو عايز مثلا كذا خد انا مديك كذا، يعني كل حاجه اي ديزاينر محتاجها فانت منزلها ومنزل تقريبا معظم الاماكن اللي ممكن اجيب منها خطوط، معظم الاماكن اللي ممكن احصل منها على اي حاجه انا عايزاها، حتى بوستات خاصه للطباعه، بوستات خاصه للسوشيال ميديا. فلو هو اي حاجه انت عايزها فانت منزلها. فبصراحه انا كنت ملاحظه الموضوع ده، مفيش اي بوستات تانية مثلا نصايح او تجارب او كده، على قد ما انت مهتم قوي ان انت تنزل الحاجات دي. والله أنا يعني بدايتي أصلا لينكد إن، إن أنا حبيت مثلا، أنا بدور مثلا على خطوط مثلا لنفسي. فإيه المشكلة إن أنا وأنا بدور على خطوط لنفسي ولقيت موقع كويس وموفر خطوط بطريقة كويسة، إن أنا أشاركه مع الناس. ما هي دي مشكلة بالنسبة لبعض الناس، يعني انا كنت مشكله هاخدك لسه في. كنت. هي العقلية دي احنا محتاجين نغيرها، عشان العقلية دي هي ضد العقيدة بتاعتنا أصلا. امم. أنا كمسلم ده ضد عقيدتي أصلا، والتفكير بالطريقة دي لا. هو لو حد بيفكر في الطريقة دي هو عنده مشكلة، والمفروض يتعالج منها عشان ما تسببلوش بعد كده أزمات نفسية. بس هي دي مشكلة. يعني أنا
ودي قابلتني في بدايتي برضو. انا اول ما دخلت لينكد ان في ناس انا كنت بتواصل معاهم وكانوا بينزلوا حاجات وكنت ناس كويسين وكده، وارد عليهم مثلا اقول لهم مثلا اي رساله ترحيبيه في الاول يردوا عليا. فلما بقول لهم مثلا انا محتاجك مثلا تشوف شغلي وتقيمني او كده، ما يردش عليا تاني. فالحته دي بصراحه ضايقتني. طيب اشمعنى لينكد ان؟ يعني اشمعنى الحاجات اللي انت بتنزلها ما شاء الله، يعني انا شخصيا بستفاد منها كتير جدا. يعني انا لما بعوز مثلا اجيب حاجه، مش عايز اقول لك، انا بدخل اول حاجه على الاكونت بتاعك على لينكد ان، ببقى واثق مليون في المية ان انا هلاقيها. بالمناسبة يا جماعة، يعني الناس اللي وصلوا لحد دلوقتي، يعني احنا كده كده هنسيب اللينكات بتاعت امير، وبالاخص كمان لينكد ان، لان هو غني جدا وعليه حاجات حلوة جدا يعني. فكده كده اللينكات معرفش، هتبقى ما فكرتش في موجودة. الموضوع ده بصراحة في النقطة دي، لأن أنا فعلا لما دخلت لقيت كل حاجة ممكن أعوزها اه، ولو مش عايزاها دلوقتي فأنا هعوزها بعدين ما انا مثلا. بسيف، يعني انا سيف وبنزل وبتاع، اه. بس بصراحة يعني ما اكونت يعني لمم لك كل حاجة تخص الجرافيك. فالسؤال بس هو هنا اللي هياخدنا ليه، اشمعنى لينكد ان؟ والله يا لينكد إن منصة يعني تعتبر أكتر منصة فيها الناس بيتكلموا بطريقة بروفيشنال شوية مع بعض. امم الناس اللي عليها هم عارفين، يعني محددين هم عايزين إيه. صح. مش منصة عشوائية مثلا. يعني إحنا لو جينا مثلا نتكلم على الفيسبوك، وده أكتر منصة تعتبر مشهورة في مصر. امم هو أنا لما بدخل عليها، وأنا ما يعتبر ماليش أكونت عليها أصلا، وبعيد عن الفيسبوك بقالي فترة كبيرة، عشان حسيت ان هو انا بدخله بشوف حاجات انا مش محتاج ان انا اشوفها او مش عايز اشوفها. فالفيسبوك بيبقى يعني الكاتيجوري بتاعه كبير شوية، لامم عقليات كتير. تنزل بوست مثلا على الفيسبوك وتقول لهم مثلا انا عملت كذا كذا، وبالذات الناس المبتدئة هي اللي بتقابل الحكاية دي اكتر. امم تلاقي الكومنتات هو اللي بينتقدك هو مش عارف هو ازاي ينتقد اصلا. لا يا جماعه، هو الانتقاد ليه طريقه ان انت تنتقد. لا، ما هو انت لا تنصحني بطريقه حلوه، يا اما ما تنصحنيش اصلا او ما تتكلمش او معايا اصلا. تسكت. فهم ما بيبقوش مقدرين ان ممكن كلمه مثلا شبه دي ممكن تحبط حد لسه بيتعلم. بالظبط. صح. فده اللي خلاني ابعد عن الفيسبوك يعني انت ما بتتعاملش مع الفيسبوك اصلا، يعني انت معظم الحاجات اللي انت خالص. بتعملها بتنزلها على لينكد ان. خالص، ولا ليه اكونت اصلا على الفيسبوك. امم هو اكونت من زمان خالص، هو اكونت شخصي كده بفتحه كل فترة. امم عليه بقى زمايلي من زمان وكل الحاجات دي، بس بفتحه 10 دقايق وبقفله تاني. والله انت مريح دماغك، والله مريح أمم. دماغك. ببعد احسن. بالظبط. طيب هقول لك على حاجه، يعني انا كنت بقول لك اشمعنى لينكد ان، فانت جاوبت اجابه مختصره جدا. هو فعلا لينكد ان بتبقى ناس محدده جدا، بروفيشنال جدا في التعامل. الفكره كلها بس ان الناس في البدايه كمان بتبقى متخوفه من لينكد ان. هل انت حصل معاك الموقف ده وكسرت الخوف ده ازاي بقى؟ هو في الاول يعني جايز يكون خوفي في الاول من كلام الناس، امم ودي حابب نصيحة انصحها لكل الناس، ان انت ما تخليش حد يحكم على تجربتك بنفسه، عشان هو تجربته غير تجربتك وانت غيره. فبلاش تاخد كلام من حد وانت ما جربتش. لا، جرب وشوف هتحبه ولا لا. الناس بتقول لك لينكد ان منصة صعبة. لا، انا بصراحة دوست، قلت عادي. حتى لو انا بوظت الاكونت او طلع او انا ما عرفتش اعمل كونتنت او اي حاجة من الحاجات دي، ما هقفل الاكونت واعمل واحد تاني. كان في كتاب جميل قوي انا يعني كنت قرأته من فترة، اسمه دع القلق وابدأ الحياة. كانت في تكنيك كده من اول حاجة اللي بتخليك تقضي على القلق بتاعك، تشوف اسوأ حاجة انت ممكن توصل لها. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لك لو انت دخلت في لينكد ان؟ الاكونت بتاعك هيتقفل، ما يتقفل، هعمل واحد تاني، مش فارقة. خد الخبرة وخد خطوة، اهم حاجة ان انت تاخد خطوة وحط نفسك عادي. الاكونت مثلا بتنشر في الاول محتوى بسيط، بعد كده لما هتتطور وهتلاقيك بتنشر محتوى احسن. انا في بدايتي كنت بنشر محتوى مش شبه المحتوى اللي انا بنشره دلوقتي. فهي الخبرة بتيجي تدرجيا، وبتيجي ان انت تبقى منحاط بالحاجة. يعني انت لما تشوف الكونتنت اللي بينزله ده والكونتنت اللي بينزله ده وطريقة ده وطريقة ده وطريقة ده، هتبدأ ان انت تاخد من الحاجات دي وتبدأ تاخد عندك وتبدأ تشتغل زيهم وتعمل زيهم. هم كل الناس اللي بقت فطاحلة دلوقتي في اي حتة، والناس اللي عندهم متابعين دلوقتي كتير، هم كانوا في الاول بادئين من الصفر.
فانت هتبقى بادئ من الصفر. وبرضك الحته شبه ما احنا قلنا في الاول، ما تقارنش نفسك وانت لسه في الاول بادئ من الصفر بواحد مثلا من بقاله سنتين او ثلاثه على المنصه، وتقول هو ليه عنده متابعين كتير وانا ما بيجيليش متابعين كتير. لازم تحدد من الاول كده هدفك، انت داخل المنصه دي انت عايز ايه؟ هل انت ناوي ان انت مثلا تدور على فرصه عمل، ولا هل ناوي ان انت بتنزل شغلك، ولا هل تنزل كونتنت، ولا عادي في اشكال كتير انت تقدر تستفيد من المنصة. ممكن مثلا افتح، خش على لينكد ان، اقعد عليه فترة، شوف الناس اللي موجودة في المجال بتعمل ازاي، الناس بتتكلم ازاي، حتى طريقة الكلام، حتى طريقة التعليق، حتى طريقة كل حاجة، شوف الناس بتعمل ازاي وتعلم منهم. فالبيئة لما بتبقى محاط ببيئة كلها ديزاينر، فانت البيئة اكتر حاجة بتأثر في عقلية اي حد من غير ما يشعر، واكتر حاجة بتأثر في العقل الباطن بتاعنا من غير ما نحس. فلما تبقى محاط بالناس دي، هو انت بتاخد منهم حاجات وانت مش حاسس. فالحاجات دي بتطبع جواك، فتقدر بعد كده ان انت تكتب كونتنت. مش لازم في الاول يبقى احسن حاجه في الدنيا، وطبيعي ان هو ما يبقاش احسن حاجه في الدنيا. انت في الاول مش هتعمل احلى حاجه، بس انت لو ما جبتش الخطوه الاولى، انت عمرك ما هتوصل للخطوه المية. فانت لازما الخطوه الاولى، لازما البدايه. فانت ابتدي البدايه وحارب خوفك، وخش في الموضوع، ومش هيحصل حاجه. ايه يعني اكبر نتيجه ممكن تحصل لك او اكبر خساره ممكن تحصل لك لو انت لسه بتعمل اكونت على لينكد ان؟ ولا اي حاجه. لكن انت لو تنيتك تقول المنصه صعبه والمنصه، صدقني انت هتتنيك مكانك ومش هتستفيد اي حاجه. في ناس كتير بيجيلهم فرص كويسه على لينكد ان. انا النهارده موجود مع الناس الجميلة دي عشان خاطر لينكد إن. أنا لو مش موجود على لينكد إن، هل الأستاذ محمود كان شافني؟ هل الأستاذ هاجر كانت شافتني؟ لا. ففي ناس كتير شغلها جميل جدا 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 بس مش متشاف، فده بيضيع عليهم فرص كتير. وممكن ناس تبقى أقل منهم في المستوى بس متشافين، فاللي متشاف هو اللي الناس هتروح تكلمه، أو هو اللي هيقدم. ده ملخص سريع عن الموضوع يعني. لو شايف ان انت كفيت الاجابه قشطه، بس هو انا شايف لسه. إن خير الكلام ما قل ودل. ما هو يعني انا مش عايزه يقل ودل خالص بصراحه. أنا بديهم الزبدة على طول بتاعت الملخص على طول، الزتونه بتاعت الامتحان على طول. آه. اللي هيدخل فيها واللي هتفرق معاه. وانا عن نفسي دي حصلت معايا. مم. انا مأجل من السنه اللي فاتت ان انا اعمل اكونت على الانستجرام اصلا اصلا. يعني انت عامل اكونت على لينكد ان يا راجل وما عندكش على الانستجرام؟ انت متخيل انا يعني مش عيب انا اقول لك ان انا كنت خايف. لا، انا كنت خايف ان انا افتح انستجرام عشان انستجرام. يعني انا كنت بفتحه على الموبايل بيظهر لي حاجات مش لطيفة، فانا ما كنتش حابب ان انا اختلط بالمنصة دي. مم. فقاعد مأجل قاعد مأجل قاعد مأجل قاعد مأجل قاعد مأجل لحد في مرة بكلم واحد صديقي عزيز عليا، فبقول له انا عايز اعمل اكونت على الانستجرام. يقول لي بقى يا راجل انت بتنزل على لينكد ان اللي الناس كلها بتقول عليها صعبة وكده، اه. وخايف تروح تعمل اكونت على الانستجرام؟ قلت له تصدق وتؤمن بالله؟ قال لي لا اله الا الله. قلت له والله لا اعمل اكونت حلو. وعملت اكونت يومها بالليل، وتاني يوم كنت بنزل كونتنت عليه. فهي لا، كده، هي انت الدنيا، انت هي الكونتنت بتيجي. بتاعك حلو جدا. يعني انا بس المشكله ان انا مستخسر الكونتنت بتاعك على اللينكد. مش مستخسره، هو خليه زي ما هو. بس انت زي ما قلت في الاول ان الفيسبوك انتشاره اوسع شويه من لينكد ان. دي فيعني حقيقة. مش هبص بقى انا، يعني انا مش هبص على المحتوى بتاعي او الكلام اللي هيتقال، او ان ده عقليته كذا وعقليته كذا وعقليته كذا. يا عم انا بعمل اللي عليا زي ما انت قلت في الاول خالص. يمكن دي ما اتسجلتش، احنا كنا بنتكلم كلمتين كده، قلت انا المهم ان انا بعمل اللي عليا بس. وبعد كده الناس هي بقى تاخد المحتوى بتاعي ده، تستفاد منه ما تستفادش منه، المهم ان انا بعمل اللي عليا. فانا شايف، يعني مش عارف انت حاططها في الخطة بتاعتك ولا لا، ان انت تحاول الفترة اللي جاية ان انت تكون متفاعل، او يعني ايه، إن الفيسبوك تخليه من او يعني معاك، يعني حطه من الاهداف بتاعتك. لان هو انتشاره اكتر هتقدر تفيد بيه ناس كتير جدا. تمام. وان الناس طبعا اللي لسه بتبتدي وده هدفنا، فانت حاجة زي كده صدقني هتفيد بيها ناس كتيرة جدا 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 جدا. لان مش كل الناس بتبقى على لينكد ان، ومش كل الناس بتدخل تعمل اكونت على لينكد ان، حتى لو كانت متوسطة في المجال بتخاف. يمكن احنا اتكلمنا على نقطة الخوف دي، وانت
اتكلمت على شويه حاجات المفروض تكسر الخوف اللي عند الناس ان هم يدخلوا يعملوا اكونت على لينكد ان. والله انا هاخد كلامك دلوقتي على محمل الجد، اعمل وهحاول اكونت على الفترة الفيس الجاية دلوقتي. اعمل اكونت على الفيسبوك. هاشتاج اعمل اكونت على غدا الفيسبوك. غدا هتلاقي امير علاء الدين على فيسبوك. تقول لي بقى تصدق وتؤمن بيه، اقول لك بالله تقول لي والله لا عامل اكونت دلوقتي على الفيسبوك. والله هفكر في الموضوع يعني بطريقة جدية و... و... بإذن الله يعني. وان شاء الله يعني تفكر برضو ان انت تعمل بودكاست وتبقى تستضيفنا معاك ضيوف. عايزين نتسأل بدل ما بنسأل بقى. عايزين نتسأل. أنا يا حاضر، انتظروا امير ان شاء الله، يعني بدل ما هو على لينكد ان بس ومخصص وقته كله على لينكد ان شاء الله يكون معاه اكونت على الفيسبوك، وهو كان كده عمل اكونت على الانستجرام تمام، ويعمل بودكاست. في نقطة حابب أتكلم فيها. لا، أعد من 1 لحد 5. ايوه، وقولها بحماس شويه. حاضر. في نقطة أخيرة أنا حابب أتكلم فيها، والسؤال ده سؤال بيتسأل لي كتير. مثلا في ناس بتيجي تسألني تقول لي أنا أعمل إيه عشان يجي لي شغل. هو أنا حابب أقول الإجابة على السؤال ده في عدة نقاط. أول نقطة وأهم نقطة، الشغل رزق، والرزق هيجيلك في الوقت المحدد ليه، ورزقك تأكد إن أنت هتاخده، ولا ناقص ولا زيادة. والوحيد اللي بيتقطع رزقه هو الإنسان لما بيموت. مم. فدي ما تحملش هم منها خالص. ما تخليش الوقت اللي انت مش لاقي فيه شغل يعمل عليك لود بطريقة عكسية. انت ما تقولش ليه انا ما بشتغلش، قول انا اعمل ايه عشان اشتغل. شوف ايه نقاط الضعف عندك اللي ليه الناس ما بتكلمكش. حاول ان انت تفكر في الموضوع بإيجابية، وده حتى بيحصل مع اكبر الناس، وبيحصل معايا انا كمان في ساعات ان انا ما بلاقيش شغل. فانا بقول ليه انا في الوقت ده مش لاقي شغل. محتاج مثلا اعرف برامج اكتر، محتاج اظبط البورتفوليو بتاعي، محتاج ان انا انزل مشاريع اكتر على بيهانس، محتاج ان انا اظبط السي في بتاعي. ايه اللي انا بعمله غلط؟ طريقة كتابتي حتى للايميل اللي انا ببعته، هل بكتبه غلط؟ هل بتارجت ناس غلط؟ فلازما نحدد النقطة اللي فيها مشكلة ونحاول نحل. وكل الأشكال دي هي كلها سعي، إحنا بنسعى عشان ربنا يكرمنا، وأي حد بيسعى يتأكد إن ربنا هيكرمه، عشان ده كلام ربنا مش كلام. فنهدى خالص. أهم حاجة طول ما أنت هادي أنت قادر تفكر كويس وقادر تعمل خطوات كويسة. أول لما بتخرج بره دايرة الهدوء تأكد أنت بتاخد قرارات غلط، عشان أنت حاجة تانية اللي بتبقى متحكمة فيك. غضبك بيبقى متحكم فيك، مشاعرك اللي بتبقى متحكمة فيك، خوفك اللي بيبقى متحكم فيك. أي حاجة بتبقى متحكمة فيك غير عقلك الواعي. فحاول إن أنت تهدم، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا وهيرزقنا كلنا جميعا يعني. ان شاء الله. لا، الكلام اللي احنا اتكلمناه عامه في الحلقه دي فهو بجد اكيد هيبقى فيه نسبه استفاده كبيره، لان عامه انت جاوبت على معظم الاسئله اللي اكيد بتيجي في دماغ اي مبتدئ دلوقتي. ف... فالحمد لله ان احنا طلعنا بكم معلومات وكم اجابات حلوه كده. انا سعيده بصراحه بالحلقه دي. اتمنى برضو ان انت تكون سعيد انت كمان بالحلقه بتاعت النهارده. أنا سعيد أكتر والله بوجودكم، وسعيد أكتر إن أنتوا بتحاولوا إن أنتوا تفيدوا الناس المبتدئين. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. والكلام تحس كده ان هو يعني طالع وكده. ايه استني، انا ايه هقول رأيي انا كمان بقى، يعني هو انا جت عليا. انا بصراحة مبسوط بالكلام، لان انا حاسس ان هو طالع من القلب، اللي هو طالع من تجربة فعلا حصلت قبل كده، مش كلام متصنع ولا كلام أكلاشيه ولا كلام كتب ولا أيا كان. بس لا، هي خارج عن تجربة حصلت، عن حاجات مشاكل اتواجهت واتحلت واستفدنا منها، والكلام ده كله حقيقي والله. الكلام فعلا يا أمير اللي انت قلته، يعني أنا وصلني بنسبة 100% وحسيته بنسبة 100%. ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك أولا وينفع بيك خلقه، لأن انت بتبذل مجهود كبير جدا في البوست مثلا أو المحتوى اللي انت بتقدمه. فانا حسيت، يعني انا حسيت الكلام، انا عارف الكلام اللي اتقال ده كلام ممكن اقيمه ان هو فيك ولا كلام. لا، فعلا عن تجربة وعن استفادة. انا استفدت ذات نفسي، فاتمنى الناس برضو تكون هتستفاد ان شاء الله من الكلام، كل الكلام اللي اتقال وكل الاسئلة اللي احنا سألناها لك يعني وانت جاوبت عليها. أتمنى والله كل الناس تستفيد من الكلام،
واتمنى ان انا كمان استفيد من الكلام، عشان انا في او وقت من الاوقات انا بقول الكلام عشان اردده، فلما يحصل لي مشكله احاول ان انا ما ينفعش ان انا اكون بقول الكلام وما بعملش بيه. صح. ففي اوقات بيبقى ليها لحظات ضعف وما بطبقش الكلام اللي انا بقوله، وده طبيعي، لازم نتعامل مع ضعفنا او الاوقات اللي احنا بنبقى فيها ضعفة او مش كويسين او كده. لازم نتعامل نبقى نبقى رؤفة شوية مع نفسنا، وما نلودش على نفسنا كتير، عشان للأسف ساعات البني آدم عشان حاجة مش قادر يعملها أو حاجة مش قادر يوصل لها أو كده، يكون بيبقى صعب مع نفسه وبيلوم نفسه كتير وكده. لا يعني حاول انت ما تلومش نفسك كتير لو حاجة حصلت لك وحشة في حياتك، او في قرار انت خدته غلط في وقت من الاوقات والمفروض ما كنتش تاخد القرار ده. ان انت تبقى رؤوف مع نفسك وتحاول تتعلم من اخطائك، عشان العقل البشري هو مبني ان هو بيتعلم من اخطائه، مش مبني غير لكده ان انت تعمل غلط وتتوب منه وتاخد قرار تاني اصح، او تعمل غلط وتتعلم منه. فدي احنا خلقنا عشان كده، ودي الفطرة اللي موجودة فينا. فيعني حاولوا ان انتوا تكونوا بتتعاملوا مع نفسكم بطريقة كويسة جدا، عشان ده كله بينعكس على صحتكم النفسية والجسدية. يعني طيب ده الكلام ده كده احنا ممكن نديهم نكون كمان نصيحة ولا كفاية؟ لا براحتك اللي انت عايزه، ده براحتك جدا. أقول عايز اتكلم في نقطة مهمة قوي. حتة الناس اللي ما يعني ودي حصلت معايا، الحوار اللي انا كلمت حد وهو ما ردش عليا. امم يعني انا عايز اتكلم في الحتة دي بالذات، عشان يعني ايه الناس تفهم الحتة دي، عشان هو اصلا غلط. انت جاي يعني احنا واحنا مثلا بنقفل او بنختم بتقول جاي يبدأ. المناطق بتقول عارف النقط انا دلوقتي المهمة. جبت، اقسم بالله انا جبت في دماغي 50 موضوع دلوقتي. لا عادي مفيش مشكلة، لو كده ممكن ان احنا مثلا نجهز حلقة تانية. يعني الناس ما شاء الله هي بتيجي معانا نفسها بتتفتح قوي على الكلام وبتدوس، فاحنا تقريبا اه كل حد بنتفق معاه خلاص على احنا ممكن نعمل حلقة تانية نتكلم عادي فيها في جدا. الموضوع، عشان في مواضيع كتير قوي. مفيش مشكلة خالص يعني عادي. بإذن الله. والله أنا مستمتع معاكم جدا، ويعني ببدي إعجابي الكبير بيكم، بالذات في الحلقات اللي انتوا كنتوا الاتنين مع بعض. حاجة انهي كان كويسة احلى فينا جدا. بقى معلش؟ انهي كان احلى فينا انتوا الاتنين أحلى من بعض. يا راجل؟ أنا أقل واحد فيكم حلال. يا راجل ماشي. انا ملاحظ انت بدأت تاخد على الجو في الاخر، يعني احنا لازم نعمل جزء تاني يا امير والله. الكلام اللي بيطلع عفوي ده هو بيبقى أصدق كلام، وبيبقى كلام يعني كل الكلام اللي بقوله ده نابع عن تجارب أنا مريت بيها حصلت. يعني كل حاجة من دي لها موقف، وكل حاجة جدا. من دي لها درس، وكل حاجة ليه. فأنا لما بنصح حد نصيحة، أنا بنصحها له لوجه الله والله. يعني لما بقول لحد اعمل كذا، أنا لو مكانه كنت هعمل كده، بالظبط. حتى لو أنا ما بعملش كده. بس ده الصح، ده الصح المفروض يتعمل. أنا ممكن أكون في الوقت ده لما كنت مكانه لا أنا اتصرفت غلط، بس أنا بقول له اللي أنا اتعلمته واللي انا عملته. يعني حته اصلا، يعني سبب اساسي من الاسباب اصلا ان انا ابقى متواجد على لينكد ان، عشان خاطر ان ربنا انعم. ويمكن انا ما قلتش الحته دي، ان انا ربنا دلوقتي اداني نعمه ووفقني ان انا اتعلم حاجه بطريقه سهله، وما تكلفتش اي فلوس، وبقت مصدر دخل ليا. فانا شايف السبيل الوحيد للتصدق عن العلم ان انت تعلمه للناس، عشان انت هتسأل عن كده. صح جدا. وما فيش حد رزقه بينقص. انا كده كده رزقي مكتوب في لوح محفوظ اصلا. يعني انا هاخد كذا الساعه كذا وكذا الساعه كذا. انا لو كل الناس اتعلمت والله رزق هو رزقي. الناس عقليتها المفروض تتغير. الناس ما تبقاش فاهمه النقطه دي، وبتفكر مثلا ان انا لما اجي ارد محمود مثلا بعت لي رساله ايه رايك في كذا ولا في كذا، بيبقى مفكر ان هو رد على محمود او كده ان ده هيضيع وقته او كده. لا يا حبيبي، ده هيعمل لك كده حاجه ما بتتقاس، اسمها البركة. البركة دي ما بتتقاس، البركة دي انت بتحسها. في يوم تلاقيك انت عملت حاجات كتيرة جدا 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 وهو نفس الوقت، وفي يوم انت صحيت نمت اليوم ضاع اصلا، مع انك مثلا ولا مسكت تليفون ولا عملت اي حاجة ولا طلعت بره ولا اي حاجة. هو نفس اليوم العادي بس انت ما عملتش اي حاجة، ما فيش بركة في اليوم. فهي البركة دي لا تقاس. يعني هي بتبقى حاجة كده انت بتحسها لما بيبقى في عمار ما بينك وما بين ربنا. دي كده حاجة بتحسها. فهو توفيق. ويا رب دايما نبقى موفقين، دي اهم حاجه، وربنا يهدينا جميعا
فالنقطة دي بالذات أنا لو أطول أروح أفهمها لكل واحد. يا جماعة والله رزقكم ما هينقص، أقسم بالله رزقكم ما هينقص، هو الرزق يعني موجود لك. فأتمنى انا مبسوط قوي ربنا بالكلام، يهدي يعني الناس انا جميعا. بجد يعني انا ربنا بغض يهدي الناس النظر جميعا. احنا طولنا اولا، يعني بص فكك من ان احنا طولنا وكنا متفقين في الاول ان احنا الكلام يكون مختصر ومفيد وبتاع مش عارف ايه. انا مبسوط قوي، انا مبسوط قوي وانا بسمعك وانت بتتكلم كده. يعني والله والله انا العظيم أنا خلتني على كده بجد، اللي هو لا يعني اتمنى ان فعلا اللي يسمع الكلام يقتنع، لان انا اقتنعت. هو انا بعيدا مبسوط. عن الجرافيك او كده. كل الحاجات دي نابعة عن تجارب. م- أنا جايز ربنا أنعم عليها ودي نعمة. ما أصل النعمة لها شق، يا إما تبقى نعمة وتجزى عليها، يا إما تبقى نقمة عليها. م- فانا ربنا دلوقتي انعم عليا ان انا لما جيت دخلت على لينكد ان وبدات اكتب محتوى، بدا الفولور يزيدوا، دلوقتي وصلوا 15,000. ما شاء الله. ف... فانا هل هبقى مقدر النعمه دي ولا مش هبقى مقدر النعمه دي؟ انا اللي في ايدي يعني. انا دلوقتي آه معاكم، فانا دلوقتي ربنا انعم عليا ان انا بقيت معاكم، فدلوقتي في ناس تانية هتسمعني. هل انا هقول كلام الناس تستفاد بيه ولا مش هقول كلام الناس تستفاد بيه؟ انا دلوقتي انا اللي مسؤول بقى، انا اللي مسؤول عن نفسي. هل الناس هتستفيد ولا الناس مش هتستفيد؟ فالناس بس لو غيرت المنظور اللي بتبص، يعني احنا عارفين المنظور اللي عندنا في الديزاين. مم. لو الناس غيرت المنظور بتاع وزنها للامور، الحياه هتختلف 100 و 180 درجه بطريقه كبيره جدا. حياه الواحد هتختلف. وانا كنت واحد من الناس ده. انا كنت في قمة في القمة بتاعة الفشل من تحت، وفجأة بقيت في قمة الصعود عشان بس غيرت. سألت نفسي في وقت من الأوقات أنا ليه بعمل في نفسي كده؟ فأنا لما سألت نفسي السؤال ده وقررت إن أنا أتغير، لا ربنا خلاني أتغير. فهي هنا الفكرة إن هو ودي حاجة يعني، دي ليكم ودرس ليكم ودرس ليا. إن أنت يعني في ناس بتستقل من حد عشان هي شايفاه فاشل. انت مش عارف الحد ده ممكن بعد سنة يبقى فين، او بعد سنتين يبقى فين. حتى الكافر احنا ملناش ان احنا، حتى لو في واحد كافر انت مالكش ان انت تشمت فيه. انت مش عارف نهاية ده هتبقى ايه ونهايتك انت هتبقى ايه. حتى بقول لك حتى لو هو كافر، يعني هو هيدخل النار، بس حتى انت مش عارف نهايته هتبقى ايه. مش عارف. الصحابة كلهم اصلا كان في بدايتهم كفرة. سيدنا عمر ده يعني بدايته اصلا قصته مع الاسلام، هو رايح يضرب اخته رايح قطع يقتل لها الرسول. ودانها. م- دي بدايته، يعني بدايته ان هو راح قطع لها ودانها عشان خاطر عرف ان هي دخلت الاسلام. فبلاش نحكم على حد من خلال الموقف او كده، عشان انت مش عارف ايه اللي دفعه ان هو ياخد القرار ده، او ايه اللي كان بيتحكم فيه عشان ياخد القرار ده. وكان في دايما مثلا بيتقال اللي على البر شاطر. اللي على البحر، انت اللي لما على البر بتبقى بره، عوام. اي يعني الناس يا شباب انت تركن اللي على البحر عوام. مم. فالواحد لما بيبقى بره بيبقى عامل نفسه ان هو حكيم وقادر يوزن الامور لا بيتحط في الموقف لا. مم. القرارات بتتغير والموازين بتتغير وكل حاجه بتتغير. طب كفايه بقى عشان انا اعيط والله. لا لا. طيب علشان احنا برضو ما نطولش على الناس اكتر من كده بصراحه، ان يعني زي ما بنقول كل مره، والله يا جماعه هو مش مجامله للناس اللي بتبقى معانا، او مجامله في الحلقه او الكلام ده كله، بس صدقوني فعلا الكلام بيبقى ممتع. واحنا ما بنبقاش عايزين نفصل التسجيل، او ان احنا نوقف تسجيل او الكلام ده كله، وعايزينكم تستفادوا اكتر واكتر من الناس اللي بتبقى معانا او من الضيف اللي بيبقى معانا. وبنبقى عايزين نساله اسئله كتيره جدا، بس بيبقى عامل الوقت ده اللي حاكمنا والله. فاحنا النهارده تقريبا واحنا بنسجل كسرنا حاجز الساعة ونص. مش عارفين بقى في ما المونتاج تهزرش. هيبقى عامل ايه، ما حرام يا نهزرش والله مش عارف بقى، ده انت مش عارفين بقى في المونتاج هيبقى حصل ايه. بس صدقوني الحلقة كانت حلوة جدا، مستفيدين جدا، واتمنى برضو الناس تكون مستفادة. يعني احب اشكر امير للمرة التانية والتالتة والرابعة، وان شاء الله ما تكونش اخر مرة يكون متواجد معانا. بشكر هاجر برضو لان هي مجهودها عظيم، وده طبعا مفروغ منه. استاذه هاجر، انا دايما بقول لها كده استاذه هاجر. ماشي. زي ما بنقول برضو في نهاية كل حلقة، احنا موجودين على بوديو، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على جوجل بودكاست، وموجودين كمان على اليوتيوب وسبوتيفاي، بجانب برضو ان احنا موجودين على الفيسبوك. ويا ريت الناس تروح تعمل لنا فولو هناك او لايك يعني للبيج بتاعتنا، بننزل عليها حاجات حلوة جدا.
هنبتدي ننزل عليها ريلز تبقى حاجات برضو مفيده للناس، معلومات للناس في مجال الجرافيك. زائد ان احنا عندنا هناك في البيج بتاعتنا هاشتاج اسمه اسال مشكل، بين بوست كده حاطينه ان انت تقدر تدخل تسال السؤال اللي انت عايزه، هنجاوب عليك في خلال في فيديو او ممكن نجاوب عليك في رساله. المهم يعني ان انت تدخل تسال واحنا هنجاوب عليك. دي كانت حلقتنا مع باشمهندس امير. نورتنا وشرفتنا طبعا، الله يخليك. والاستفاده كانت عاليه جدا جدا جدا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره تكون متواجد معانا. احنا خلصنا الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من مشكل جرافيك.